النهارده هنشوف اختبارات تصادم لكل موديلات عربيات تويوتا كرولا من اول موديل 89 لحد 2023، وهنرتب العربيات حسب تقييمها مش حسب موديلها. واول عربيه معانا هي موديل 2014، ونفس الاختبار ده بينطبق على السنه من 2014 ل 2016. في التصادم الامامي بنلاقي ان الخسائر في العربيه كبيره جدا، لدرجه ان جنط العربيه تقريبا دخل جوه الكابينه، القايم اتنى والباب اتبهدل بشكل كبير. اي نعم الوسائد الهوائيه احتوت الركاب بشكل ما، ولكن مش بالشكل الكافي، وعشان كده العربيه دي واخده في التقييم بتاعها مارجنال، او نقدر نقول تحت المتوسط. الحمد لله ما عندناش ولا عربيه واخده بور، وده خبر كويس لملاك تويوتا كرولا. الموديل اللي معانا بعد كده موديل 2005، والتصادم الجانبي بتاعه التقييم بتاع الموديل ده كان اكسبتبل او مقبول. العربيه ما كانتش قويه بالشكل الكافي، ولكن برضه تقييمها مش سيء قوي. داخليا بنلاقي ان الصدمه وصلت للركاب بشكل ما، ولكن الوسائد الهوائيه برضه منعت الصدمه شويه. عشان كده الوسائد الهوائيه الجانبيه مهمه جدا في العربيات دلوقتي. الموديل اللي معانا بعد كده موديل 22 وتصادم جانبي برضه، وبرضه تقديله كان اكسبتبل. حد يقول لي ليه من 2005 لحد 22 التقييم كان مقبول بس؟ هقول له للاسف، مع ان العربيات الحديثه المفترض انها تكون افضل، ولكن في بعض الموديلات فعلا الشركه بتحس ان هي وقع منها الموديل ده، تحس ان هم عندهم ازمه ماليه وعايزين يوفروا، فمش بيأمنوا العربيه بالشكل الكافي. نفس الكلام لموديل 23، ومعانا المرة دي تصادم أمامي، وإن كان الشكل ظاهريا أفضل بكتير طبعا من موديل 2014، وبرضه النتيجة أحسن وإن كانت ستيل مقبول، ولكن العربية في الحالة دي ما اتبهدلتش زي موديل 2014. أي نعم هي زيها زي 22 واخدة مقبول بس، ولكن مقبول نتيجة مش سيئة، لأن هي تاني أعلى نتيجة في ترتيب العربيات. ودايما بنلاقي إن زي ما خارجيا العربية حافظت على كابينة الركاب، داخليا الوسائد الهوائيه بيبقى ليها دور كبير جدا، سواء انها بتحتوي الركاب اللي في الصف الخلفي عن طريق الوسائد الجانبيه، او الصف الامامي عن طريق الوسائد الاماميه والجانبيه برضه. طيب خلصنا مرحله المقبول، تعالوا بقى نخش في مرحله الجود اللي هي اعلى تقييم. واول عربيه معانا موديل 2003، وما تستغربوش لان معايير الاختبار قبل سنه 2012 مختلفه تماما عن بعد كده، فكل التقييمات اللي من سنه 2012 وتحت مش معتمده حاليا بشكل كبير، ولكن نقدر ناخدها مؤشر على ان العربيه دي عربيه كويسه ولا لا. وان كانت في الحاله دي العربيه برضو خارجيا حافظت على نفسها بشكل كويس جدا، داخليا بقى مش هنقدر نحكم عليها قوي، لان مثلا مفيش وسائد هوائيه جانبيه، ونتائج الاختبار نفسها مش دقيقه زي الاختبارات الموجوده حاليا. هنخش بقى في مرحله الجمل، ومعانا تويوتا كرولا الجمل موديل 2008. الحقيقه ان العربيه دي مع انها ليها تقييم في هيئه الطرق والسلامه الامريكيه، بس الاختبار نفسه مش موجود، ومعانا بس الاختبار الصيني للاسف. وبأسف على جوده الصوره، لان تقريبا الصينيين وقتها كانوا لسه مكتشفين الكاميرات. وبنلاقي ان الجمل جمل، العربيه التصادم بتاعها كويس وتقييمها واخد جود برضه. اي نعم التقييم ده مش دقيق زي ما انا قلت، بس مؤشر كويس. معانا بعد كده موديل 2009 والتصادم الجانبي برضه، والتقييم بتاعه كان جود. خارجيا العربيه نوعا ما مش سيئه قوي، وداخليا في كميه وسائد هوائيه جانبيه ساعدت في تقليل الصدمه بشكل كويس جدا، وعشان كده العربيه واخده تقييم عالي، والتقييم ده ينطبق على من سنه 2009 ل 2013. بعد كده معانا موديل 2017، وتقييم برضو ينطبق على من 2017 ل 2022. احنا شفنا التصادم الجانبي بتاعها، ولكن معانا المرة دي التصادم الامامي، وفي التصادم الامامي كان النتيجة افضل لانها واخدة جود. هنا بنلاقي ان الجانت وقف عند الكابينة، الباب اتبهدل نوعا ما بس قايم العربية سليم، وفي كمية وسائد هوائية حافظت على الركاب داخليا بشكل كويس جدا. وده بيبان في اللقطة اللي من فوق للعربية، وبيبان ان الصدمة وقفت عند القايم ما تعدتوش، ولما نيجي نبص من جوه هنلاقي ان فعلا السواق احتوته الوسائد الهوائيه بشكل كويس جدا. الموديل اللي معانا بعد كده موديل 2019، ونتيجته تنطبق على من 17 ل 22. والتصادم الجانبي، التصادم الجانبي تصادم صعب جدا، واحنا هنا بنتكلم بقى على اختبار بالمعايير الجديده، وان كان حتى المعايير بتاعه التصادم الجانبي اختلفت في 23، ولكن العربيه واخده تقييم جود. وفعلا لما بنيجي نبص من جوه بنلاقي ان الصدمه ما وصلتش بشكل كبير جدا للركاب داخليا. والشيء بالشيء يذكر، فخلينا كمان نجيب تويوتا كرولا كروس، ومعانا منها موديل 22 هنشوف له تصادم من الجانبين، سواء الجانب بتاع السواق او الجانب بتاع الركاب.
هتلاقي ان العربية حافظت على نفسها برضو بشكل كويس جدا، والصدمة برضو بتقف عند ايام العربية. الباب بيتضرر خارجيا ولكن الصدمة بتاعته ما وصلتش داخليا، وده اللي اهم. وبرضو لما نيجي نبص داخليا بنلاقي نفس النتيجة، الوسائد الهوائية بتحتوي رأس الراكب بشكل ممتاز. نفس القصة في الاختبار من ناحية الراكب، ولكن هنا بنلاقي ان القايم تضرر بشكل ما، ولكن النتيجة برضو كانت جود. هتقولي ازاي بدل ما القايم بتاع العربية تضرر؟ هقولك ان المهم المحافظة على الركاب داخليا، ودي بيقيسها الحساسات اللي موجودة في الدمية بتاعة الاختبار. احنا بناخد بالشكل الظاهري في بعض الحالات اللي بتكون واضحة جدا ونتيجة الاختبار بتاعتها بتقول ان العربية فشلت. اي نعم القايم هنا تضرر ولكن مش بالشكل اللي يقلق قوي. طيب تعالوا بقى نتكلم على حاجة مختلفة، وهي القديم والحديث. كنت اتكلمت عليها قبل كده. في بعض الناس ممكن ياخدوا دلالات من الاختبارات اللي انا عرضتها دي ان العربيات القديمة افضل من العربيات الحديثة، وده في بعض السنين كان فعلا افضل. ولكن برضه لازم ناخد في الاعتبار قصة ان في فرق في معايير الاختبارات زي ما قلت. ولكن في اختبار تصادم مباشر لتويوتا كرولا موديل 98 لواحدة تاني موديل 2015، بنلاقي ان موديل 98 اتعجنت بكل ما تعني الكلمة من معنى. ونتيجة الاختبار ده كانت بتقول ان الركاب اللي موجودين في العربية في وقت حادث مشابه هيكونوا توفوا 100%، في حين ان الركاب اللي موجودين في موديل 2015 اي نعم اتصابوا بعض الاصابات ولكن ما وصلتش لمرحلة الوفاة. فعشان كده مش دايما الموديلات القديمة افضل من الموديلات الحديثة، ده كلام فارغ والعلم بينفيه. انا ماليش دعوه بمعتقدات جدي وجدك، انا ليا علاقه بالعلم وبالاختبارات اللي بتثبت ده. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. حابب اسمع منكم ايه العربيه اللي انتوا عايزين تشوفوها الفيديو الجاي بجميع موديلاتها زي ما عرضنا الكورولا كده.